يا صباح الأخبار والأسرار اللي محدش يعرفها. العالم اللي احنا عايشين فيه ده مليان أسرار وحكايات، لو حكيتها لحد هيقول عليك خيالك واسع. بس النهاردة أنا جايب لك الدليل بالصوت والصورة. هنلف العالم ونشوف العجب. هنبدأ برياضة غريبة كلها ضرب وإهانة بس ليها جمهورها، وبعدين هندخل غرف العمليات ونشوف كواليس ما بيشوفهاش غير الدكاترة. ومش بس كده، ده أنا هوريك بشر عندهم قوة غريبة وتلاجات مليانة حاجات تقرفك، وكمان ناس بتتعامل مع الضباع وكأنهم كلاب أليفة. ركز معايا في كل دقيقة عشان اللي هتشوفه دلوقتي هيطير برج من نفوخك. ويلا بينا. تعال بقى أوريك النهاردة أغرب لعبة موجودة في الهند وباكستان، واللعبة دي هي اللي هتحدد انت راجل ولا لأ. أيوة يا سيدي، مش عايزك تستغرب. اللعبة دي زي ما انتوا شايفين بتعتمد على القوة. كل اللي عليك انك تنزل وتضرب اللي قدامك بالقلم زي ما انت شايف كده. والمفاجأة بقى ان الرياضة دي معروفة عالميا باسم السلاب فايتنج، والقلم الواحد فيها ممكن قوته توصل ل50 كيلو، يعني خبطة واحدة كفيلة انها تعمل ارتجاج في المخ لو اللي قدامك مش مستعد. سيبك من خناق الهند وتعال نشوف الرعب الحقيقي جوه العمليات. لو انت بقى قلبك جامد كمل معايا المشهد ده. دي مشاهد متسربة من أحد المستشفيات وبتوريك إزاي العمليات بتتعمل. مشاهد مرعبة وممكن تخلي قلبك يقف. معظم العمليات دي يا سيدي اتصورت وهم شغالين في الظهر أو الرجل كمان. والمعلومة اللي هتصدمك إن الجراح ممكن يفضل واقف على رجله أكتر من 12 ساعة في عملية واحدة، والمشرط اللي بتشوفه ده بيتحرك بمليمترات، لأن أي غلطة بسيطة في مكان غلط ممكن تنهي حياة المريض في أقل من دقيقة. ومش بس العمليات اللي محتاجة قلب، ده في ناس عضلاتها هي اللي بتتكلم. تعال بقى أوريك أغرب راجل موجود في العالم، والاسم ده متسجل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية. الراجل ده يا سيدي عنده قوة رهيبة جدا مش موجودة عند أي بني آدم على وجه الأرض. والمعلومة اللي هتجننك إن البطل الأذربيجاني ده المين مهديف إيده حرفيا مرزبة. ده بيدق المسامير في الخشب بإيده من غير شاكوش ولا أي حاجة، وبيطبق الحديد كأنه بيطبق ورقة كراسة، لدرجة إن الملايين بقوا مسميينه الرجل الحديدي بسبب قوته اللي بتكسر كل قوانين الطبيعة. سيبك من قوة المين وتعال نشوف الرعب جوه تلاجات التعابين. تعال بقى أوريك أغرب التلاجات اللي موجودة في العالم. والتلاجات مش معمولة للخضار واللحمة وبس، دي معمولة كمان للتعابين. أيوة، مش عايزك تستغرب، في دول في آسيا زي الصين واليابان بياكلوا التعابين عادي جدا وبيصطادوها بكميات كبيرة بالطريقة اللي انت شايفها قدامك. والسر بقى يا سيدي في التلاجات دي مش بس الحفظ، ده لأنهم بيعتبروا لحم التعابين سوبر فود، بيقوي المناعة وبيدي طاقة غير طبيعية، فبيخزنوها وهي لسه طازة عشان يضمنوا إن القيمة الغذائية اللي في السموم والبروتين بتاعها ما تروحش. وعشان يحافظوا عليها بيحطوها جوه التلاجات بالطريقة دي. ودي طبعا حاجة غريبة، الناس بتاكل وتخزن تعابين. سيبك من اللي بيتاكل وخليك في اللي بيتربى في البيت. انسى بقى القطط والكلاب. في أفريقيا الأليف عندهم هو الضبع. زي ما انت شايف كده، الناس دي مش بس بتروض الوحوش، دي عايشة معاها في نفس البيت وبتنام جنبها كمان. والحكاية وما فيها ان الناس دي بيسموهم رجال الضبع، ودول عائلات بتورث المهنة دي أبا عن جد. والضبع بالنسبة لهم مش مجرد حيوان، ده مصدر رزقهم. بيستخدموه في عروض الشوارع وبيروجوا لتمائم وأدوية شعبية بيقنعوا الناس إنها جاية من قوة الضبع. وأحب أقولك إن الحيوانات دي جواها غريزة مهما تعمل معاها مش هتقدر تسيطر عليها. وبعد ما خلصنا من وحوش أفريقيا، تعالوا نشوف عبقرية الفن في الشوارع. تعال بقى أوريك أغرب فنان موجود في العالم واللي عمل حاجة محدش عملها قبل كده. الراجل اللي انت شايفه قدامك ده بيلعب بيانو، ولكن الغريب إنه ركب البيانو عجلة. أيوة، زي ما انت شايف كده، جمع البيانو والعجلة مع بعض. والفكرة بقى يا سيدي إن الراجل ده فنان شوارع بريطاني، قرر يكسر الملل ويخلي المزيكا تروح للناس لحد عندهم بدل ما هم اللي يروحوا لها. فصمم البيانو العجلة ده عشان يكون مسرح متنقل بيلف بيه المدن، وبقى علامة مسجلة لدرجة إن السياح بيستنوه بالاسم عشان يتصوروا مع الملحمة الموسيقية المتحركة دي. وفي الآخر يا سيدي، العالم ده لسه مخبي لينا عجايب وغرائب ما بتخلصش. بس بعيد عن الضباع والتعابين، خلينا في الأيام اللي كلها بركة دي. كل سنة وانتم طيبين، وصياما مقبولا وإفطارا شهيا لكل المتابعين الغاليين. ربنا يتقبل منكم صالح الأعمال ويجعل بيوتكم دايما مليانة بالخير واللمة الحلوة. قولولي بقى في الكومنتات ايه أغرب حاجة شفتوها النهاردة. أشوفكم في فيديو جديد على خير، ورمضان كريم. سلام.